السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال يا رب العالمين. يلا خدكم معايا بسرعة كده، عندي عزومة النهاردة حماتي وحمايا على الغدا. هعمل كذا صنف وكذا حاجة وانا بصراحة كنت عايزة اعمل كذا حاجة علشان انا ببقى مبسوطة لما حد بيجيلي. بس انا كنت حاسه ان اللي عملته ده قليل، وفي نفس الوقت كنت حاسه ان كده يعني ما كنتش عارفه اظبط السفره قوي. بس تعالوا بسرعه اقول لكم انا عملت ايه. انا عملت محشي وهبتدي بالخلطه اسويها على البوتاجاز. عملت بصل الستبس اللي هي التقليديه جدا، انا ما عملتش اي حاجه. كل الحكايه زيت البصل بالخطوات بتاعته، خطوات التسويه. بس انا بحب البصل يكرمل، يعني انا في المحشي بحب البصل يكرمل، ما بحبش اخليه لا نص سوا. لا انا بحب ادخل بحب اخلي البصله تدخل في الكرمله زياده، علشان خاطر ده بيدي تسكيره للمحشي. يعني بحس المحشي اللي باكله بحس ان بيبقى طعمه مسكر كده وحلو تمام. وعايزه اقولكوا اصلا في ناس بتعمل محشي ببصل ما بتخلوش يدخل في السوا، وبتحط نص معلقه سكر، قال يعني عشان الحموضه بتاعه الصلصه والكلام ده. بس عايزه اقولكوا صدقوني المحشي البصله لما بتتكرمل بيبقى طعمها حلو جدا تمام. انا عملت ممبار ومحشي بتنجان ومحشي ورق عنب، وكان نفسي يكون فيه كرنب بس ما كانش فيه بقى. ف فعملت وعملت كمان فراخ، وعملت كباب حله. بس للاسف كباب الحله ما لحقتش ان انا اصوره عشان خاطر الموبايل سخن مني في التصوير تمام. اللهم صل على النبي. بس وكان نفسي ان انا اضيف برضو رقاق. قولولي السفرة كده قليلة ولا تمام؟ تمام. حطيت طبعا حلة على البوتاجاز فيها مية وورق لورا وحبهان وبصلة. كنت الاول بعمل يعني الاول الفيديو ده قديم، يعني الفيديو ده اصلا قديم تمام. كنت الاول بحط على الشوربة بصلة قبل ما اتجوز. بعد ما اتجوزت حبيت ان انا اضيف للشوربة، بقيت احط طماطم وجزر. عارفه ان في ناس كتير بتعمل كده، بس انا كنت متعوده الشوربه العاديه خالص اللي هي بصله وورق لورا وحبهان. انا هنا كنت جعت في نص التصوير، فاخدت شويه مخروطه حطيت عليهم سكر بودره ومعلقه سمنه بلدي صغيره كده وكلتها تمام. عايزه اقول لكم اللهم صل على النبي، انا كنت متعوده ان الشوربه تبقى عاديه جدا، شوربه فيها ورق لورا حبهان وبصل. حبيت ان انا اجربها واضيف عليها طماطم وجزر. لقيت طعمها بقى احسن خاصة في الفراخ، لان انا اصلا يعني كنت من عشاق الفراخ. انا بعشق الفراخ جدا 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 عن اللحمة. بعد النظام اللي انا مشيت عليه ما بقيتش اكل فراخ، بس انا كنت بحب الفراخ عشان لحمتها طريه وكانت جميله، بتقدري تعملي بيها كذا صنف وكذا لون، وتقدري تعمليها شوي وتعمليها شاورما وتعمليها محشيه وتعمليها في الفرن نيه وفي الفرن مع صينيه بطاطس، وتحطيها مع اي اكله دايسه معاكي تمام. بص البصله بقى لما بخليها تتكرمل بتبقى جميله ازاي. انا كنت خايفه انها تتحرق، فحبيت ان انا انجز واضيف الطماطم، لان انا كنت بعمل كذا حاجه في نفس الوقت تمام. عايزه اقول لكم ان كباب الحله جنب الاكله ديت بتبقى احسن من الطواجن. يعني هقول لكم مثلا، يعني الاكله دي في ناس تحب تعمل جنبها طاجن اي حاجه مع اللحمه. عايزه اقولك ان الاكله دي عشان فيها رز طبعا، محشي رز والكلام ده، فالكباب الحله بالبصل المتكرمل بتبقى طعمها احلى بكتير، وتحطيها برضو في طاجن وتدخليها الفرن وتبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. يا سلام بقى لو حطيتي عليها معلقه صويا صوص مع معلقه عسل اسود، صدقوني الطعم بيروح في حته تاسعه. آه الاكل انا بحب افنن فيه، بس برضو بحتفظ بالطرق التقليدية او الطرق اللي امي وامك ماشية عليها. يعني انا بحب الاكل اللي انا متربية عليه. وطبعا ما تنسوش تدعوا الام بالرحمة تمام، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، هي وكل امهاتنا يا رب العالمين، يديهم الصحة والعافية. بس انا بقول لكم ان انا الاكل بحب اعمله بطرق حلوة، بس بحتفظ بالطرق التقليدية اللي احنا متربيين عليها. وما بحبش اصلا البهارات الكتيره في الاكل، يعني بحب احس طعم الاكله يبقى يكون واضح كده تمام. اللهم صل على النبي. بس بحس ان كتر البهارات والخلطات السريعه اللي بتتحط كبهارات على الاكل بتطغى على الاكله نفسها. فاهمين قصدي؟ انا كنت خلاص حطيت الفراخ
وعايزه اقول لكم اصلا الفراخ انا ما كانش حد ما كان ما يعني جوزي اصلا ما كانش ما قال لي ما تعمليش فراخ، كفايه طاجن اللحمه. انا عملت 2 كيلو لحمه ببصل، وكانت بصوا شهد طعمها تحفه تحفه فوق ما تتخيلوا. طبعا انا يعني انا ممكن يعني اكون زي اي حد بيطبخ تمام، بس انا هاويه الموضوع. بس برضو بخاف اجرب خطوات جديده، يعني انا بخاف افتكس. كل ما باجي افتكس حاجه بقول لا مش ده الطعم اللي انا متعوده عليه، برجع اندم وارجع تاني ترجع لي من عادتها القديمه. بس اهو يعني واحده واحده تمام. كلنا بنتعلم يا بنات. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والشير، وتخشي على القناه الحمراء بتاعتي وتعملي السبسكرايب الجميل بتاعك والكومنت الحلو بتاعك ودعميني من قلبك. انا هنا شلت شويه صلصه على جنب علشان لو الصلصه كتير، لان انا كنت عامله مقدار رز معين، لو احتاج صلصه ثانيه احط، ولو كتير ما ندمش تمام. وبحب بقى يا سلام بقى لو نص رغيف عيش كده تحطي عليه بقى معلقتين صلصه كده من بتوع التسبيكه، يا سلام تبقى احلى تصبيره. كل اكله وليها تصبيرتها. الشوربه باللحمه، لما بتعملي اي اكله فيها شوربه ولحمه او شوربه وفراخ، بتجيبي شويه رز تحطي عليهم معلقه كبشه شوربه كده، سواء كبد وقوانص او حته لحمه او حته فرخه، تصبيره في نص اليوم. المحشي معروف تصبيرته، معلقتين صلصه كده مسبكين على نص رغيف واضرب يا معلم ولا يهمك. بصوا للامانه انا حطيت اصلا الخلطه دي ما كانتش خلطه محشي، دي كانت خلطه كبسه اساسا، بس انا كنت عايزه يعني ادي للطعم كده، ابين لهم بقى ان انا البت بقى الايه اللي اوعى وشك ما يعني بتعمل اكل حلو كده. حماتي وحمايا يا بنات يعني مش اي حد. وبرضو الموضوع كان ريسك شويه تمام، لان انت لما بتعملي حاجه لنفسك غير لما بتعمليها او تعمليها لبيتك. جوزك مقدور عليه كده كده هيقبل وهيقول عادي لو في حاجه لا قدر الله طلعت باظت، انما حماتك وحماكي دول طبعا ايه يعني لازم تعملي حاجه وانت خليها بالك تمام. عملت حلة ورق عنب حلوين جدا. وطبعا خليت بتاع ده، حطيت في الحله من تحت شرايح ليمون اصلا وطماطم، ومن فوق حطيت فلفل زي ما انتوا شايفين اهو ملون اصفر، وحطيت ليمون تمام. مش عارفه الليمون واضح ولا لا. انا الفراخ بحبها، انا بقول لكم الفيديو ده قديم فانا كنت عامله الفراخ ليا اصلا. اللي ما اتفرجش على الفيديو بتاع تنظيف الممبار يدخل يلحق يتفرج عليه. حطي الممبار في الغساله يطلع لك قشطه، لا تكحتي بقى بسكينه ولا تقعدي تفركي على الرخامه عشان تطلعيه وايديك يوجعك وايدك تحمر. بصوا حطي الممبار في الغساله يطلع لك قشطه، ومش هقول لك اكتر من كده. خشوا شوفوا الفيديو وقولوا رايكم. انا بجيب الممبار سواء هو من الاضحيه اللي بتبقى بتاع كل سنه او من الجزار، لو عندي تمام، لو مش عندي بجيب من الجزار كيلو وبنضفه، بحطه بطريقه بتاعتي، بنضفه وبشيله بقسمه وبحطه في الفريزر. احنا في البيت لنفرين او 3 الربع كيلو الممبار يكفينا بزياده، عشان هو كده كده بيبقى محشي رز، وانا بحب الممبار يكون فيه رز كتير، لانه اصلا الممبار بيطعم الرز تمام مش العكس. اللهم صل على النبي. فالربع كيلو حلو قوي تمام. فانا بجيب الكيلو وبقسمه، يعني النص كيلو يعمل لي 5 اكياس، كل كيس بيبقى فيه 6 منبرات كده صغيرين يا دوبك، عشان بعمل جنبه صنف تاني. انا لو ما بعملش جنب الممبار صنف تاني على السفرة بعمل كيسين، يعني بعمل بتاع 12 منبرايه كده صغيرين معاهم طحينه وبطاطس او طحينه بس، او وسلطه طماطم تمام. ما يعني لو انا في البيت بس ما عنديش اي عزومه او ما فيش اي ضيف جايلي بنجز الامور. يعني بقتصر على الاكل اي حاجه سريعه، يعني صنف واحد. لو في حد جايلي انا متعوده اصلا في بيت اهلي ان انا بعمل كده صنف، يعني احنا متعودين من صغرنا عشان احنا كبرنا وسط اخواتنا، فطبيعي الصنف مش هيكفي حد، فاهمين قصدي؟ فاحنا متعودين على كذا صنف مع كذا حاجه، ملوخيه جنبها مش عارفه محشي جنبه ايه جنبه ايه جنبه ايه، عشان السفره تبقى مليانه وكلنا نبقى شبعانين. اللهم صل على النبي. انا بصوا بقى التركية، انا عملت الفراخ عشان انا بحبها وعلشان انا هعمل ملوخيه،
الكباب الحله مش هسلقه، فمحتاجه شوربه، وانا ما بعملش اعمل الشوربه تبقى صيصه. يعني طالما هعمل ملوخيه لازم اسلق حاجه. انما تقولي ميه وتحطي مرقه دجاج، ومرقه الدجاج اللي انت بتجيبيها الفوريه اصلا كل الحاجات دي اوريدي مسرطنه. فاحنا خلينا في الناتشرال، يعني خلينا في الحاجه الايه الطبيعيه. بصوا الملوخيه مش دايما بتطلع معايا حلوه، بس الحمد لله ربنا نصفني المره دي وطلعت جميله. اللهم صل على النبي. بس عايزه اقول لكم بقى طعم الملوخيه كان حلو، رايح في حته جميله جدا. وبصوا طبعا الممبار بياخد سوا على البوتاجاز بالظبط من تلت لنص ساعه، وما تغطيش الحله، ما تغطيش الحله، نصيحه ما تغطيش الحله اللي انتي بتسلقي فيها الممبار. تمام؟ بتسلقي ممبار، بتسلقي حمام، بتسلقي فراخ، كده كده الممبار والحمام المحشي ما بيتغطاش. بصوا الممبار ذهبي وحلو وبيلمع ازاي. عايزه اقول لكم انا كنت حاسه ان السفره قليله، انا ما اكذبش عليكم، انا كنت حاسه ان السفره قليله جدا، لان بصوا انتوا شايفين الكميات قليله، بس على قد ما قدرت ان انا اعمل. بصراحه انا كنت عايزه اعمل جنب كمان الاكل ده صينيه رقاق. بصي خديها قاعده، اي محاشي هتعمليها في ضيوف يبقى جنبها نواشف، جلاش، رقاق، سمبوسه. انما ما تعمليش جنب المحشي مكرونه بشاميل، اصلا المحشي لوحده بيلكم. تمام؟ طبعا انا من عشاق المكرونه بشاميل جدا جدا جدا. اللهم صل على النبي. طبعا بعد النظام الجديد اللي انا ماشيه عليه اوريدي، انا بعمل الشوربه بتاعه اللحمه من غير بصل، ورق لورا، حبهان. كنت الاول يعني الله يرحمها كانت بتعمل الفراخ برضو، كانت بتعملها جميله، ما كنتش بحس بزفاره. انا بغسلها كذا مره وبنضف الفراخ كذا مره، وبصوا ريحه الزفاره بتبقى صعبه. بصوا بقى، شوفوا لي الجمال بقى، شوفوا لي الحلاوه. الاكل كان جميل، عجب جوزي، شرفت جوزي قدام اهله جدا. حماتي عجبها الاكل. حماية قال لي تسلم ايدك، يعني انتي مش جايباه من قبل فتكات؟ قلت له ما تقلقش. بصوا الاكل كان حلو. للاسف كباب الحله ما صورتوش عشان كان التليفون سخن، وحتى ما صورتش الستبس بتاعته. بس طبعا الستبس انتوا معلمين وتقدروا تعملوا اي حاجه، سهل جدا. 2 كيلو، انا عملت 2 كيلو لحمه، عليهم 2 كيلو ونص او 3 كيلو بصل جوليان. وبحط بشوح اللحمه الاول، وبشيل اللحمه، وبعدين بحط البصل، وبحط عليهم اللحمه ديهم تقليبتين مع ورق اللورا وحبهان، عشان دول بيدوا تطعيمه للاكل ونكهه للاكل. ما بحطش ملح دلوقتي، وافضل اقلب 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 اقلب. بصي افضلي قلبي بقى لحد ما تعليش النار عشان البصل ما يتلسعش منك. طبعا بتحطي الماده الدهنيه بتاعتك، الزيت او السمنه. انا والله متضايقه ان الكباب الحله انا ما صورتوش. وكان في طبق تاني يا بنات ممبار، بس للاسف برضو ما تصورش. تمام؟ لان خلاص كانت السفره، كان الاكل بيطلع، فيا دوبك صورت ده بالعافيه جدا. مستنيه رايكم في التعليقات، وقولوا لي بعرف اعمل اكل ولا لا، وبعرف اطبخ ولا لا، وشاطره ولا لا. واكتبوا في التعليقات كل ما هو يفرح قلبي ويسعدني. ما تنسوش تدعوا لامي بالرحمه، ما تنسوش تخشوا على القناه الحمراء وتدعموني هناك يا بنات. ادعموني بالكلام الحلو، ادعموني بالسبسكرايب. وانتوا حلوين، وانتوا بعتبركم عيلتي واهلي. متابعين الجمال، اشوفكم على خير. وقولوا لي انتوا عايزين تاكلوا ايه المره الجايه واعمله لكم. يلا مع السلامه. اسيبكم بقى مع المنظر الجميل ده.